كاملنا شفنا الفيديو ديال ديك البنت اللي كانت خدامه في لوزين ديال الخياطه ب 1000 درهم. فانا ما كنتش بغيت نعلق على الفيديو في ديك الفتره. ولكن دابا بغيت نعطيكم غير واحد الشرح بسيط على كيفاش انت ولا انت تكون عارف الصالير اللي غتعطيك الشركه قبل ما انت تدخل تخدم فيها. فالشركات عموما كيحددوا الصالير ديال الموظف استنادا لجوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي الحجم ديال المسؤوليه اللي هاز داك الموظف على الشركه، والحاجه الثانيه هو المدى ديال التاثير ديال داك الموظف على المداخل ديال الشركه بشكل مباشر. فهنا شباب الشركه ما تعطيكش الصالير بناء على الطموح ديالك ولا بناء على اللوازم ديالك انت ديال العيش. يعني مثلا انت خصك 4000 ولا 5000 درهم باش تعيش، الشركه راه ما سوقهاش، راه خاصك انت تشوف التاثير ديالك على الشركه. راه الصالير اللي غادي ياخذو كوميرسيال اللي كيأثر على المبيعات ماشي هو الصالير اللي غادي ياخذو مثلا سيكوريتي. وبطبيعه الحال حنا الهضره ماشي على السيكوريتي ولا الكوميرسيال، وانما الهضره على التاثير. يعني انت ولا انت الهدف ديالي انا من هذا الفيديو انك ديما تحط راسك في موقف قوه. ما دام انت متبعني خصني نعطيك واحد لانفورماسيون اللي غادي تنفعك، وهذا الشيء حنايا كنطيحوا فيه في الشركه. يعني واحد الموظف اللي كيأثر لينا على الارباح ماشي هو موظف اللي غادي نقدروا اننا نبدلوه واللي ما عنده حتى شي تاثير، يعني سواء كان حاضر سواء ما كانش حاضر. فانت الا دخلتي شي شركه ما تشوفش راسك في الموقف اللي انت فيه حاليا معاها، وانما شوف كيفاش تقدر تاثر على المبيعات وكيفاش تقدر تهز مسؤوليات كبر باش تولي في موقف قوه. وكان هذا هو الموضوع ديالنا اليوم شباب. تكون الميساج وصلكم، تهلاو ليا في راسكم والله يعاون.